السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بص كده يا استاذ ايمن، ده القميص اللي اتفصل. تمام، لو انت خدت بالك كده المواسير اهو، الجسم بتاعه ستانلس ستيل، ده ستانلس، مواسير نحاس، ده شغل عمولة مش شغل سوقي. طب ايه الفرق؟ الفرق ان بص الكوع جاي من الجنب للجنب. في الشغل السوقي الكوع بيلف من هنا كده، من هنا لهنا كده، عشان يوفر مواسير. ده بص جاي من الجنب للجنب. تمام. كم ماسورة بقى؟ 11 ماسورة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ده 11 ماسورة، ده كده تجميد، لأن فيه بيعملوه تبريد بس بيبقى 9 مواسير. بص المسافات دي ما بين كل ماسورة وماسورة ازاي؟ مواسير نحاس، 9 ماسورة في كل الجناب. 2 4 6 8 10 11 ماسورة. تمام. يزيدوا غط بقى عليهم ايه؟ حاجة اسمها أرضية وسلمة. ده بقى الشغل اللي هو بزيادة. ايه اللي هو الأرضية والسلمة؟ الأرضية اللي هي المواسير اللي تحت، في ماسورة واخدة الأرضية كلها، والسلمة اللي هي دي، حتى دول فيهم مواسير. تمام. دي بقى حاجة زيادة، أنا بخلي الصنايعي يعملها لي كمان، اللي هو بيفصل لي الشغل ده. يبقى جسم ستانلس ستيل، مواسير نحاس، شغل عمولة، 11 ماسورة، أرضية وسلمة. تمام. شغل المواسير دي اسمه نحاس جنوب أفريقيا. بنيجي بعد كده بقى احنا بنعمل حاجة اسمها مواسير الراجع والكابيلاري، اللي هي بقى بتاخد من الجزء ده كده اهو لغاية الشغل بتاع الموتور. تمام. انا حبيت كده اقول لك شغل القميص قبل ما نركب ونشتغل ان شاء الله. اخر خط ده اللي بيبقى نزل عند الموتور، ده بيبقى مواسير واقفة عمودية. تمام. وده كده المنظر بتاعه جوه. ده الاول عندك انت ألمونيا، الشكل بتاعه ألمونيا. بتبقى طبعا الألمونيا ضعيفة انت عارف، انما لا الستانلس ده اقوى، الحمد لله اقوى بكتير يعني. تمام. حتى اللمعة بتاعته طبعا انضف من الألمونيا. لو انت خدت بالك بعد كده بقى، طبعا من جوه كل المواسير دي هتلاقي من هنا ايه، عامله رسم شكل التلج، فاهمني؟ حتى اللي في الزاويه دي كده هو برضو فيها شكل التلج. تيجي مثلا حته تحس ان هي من جوه مفيش فيها تلج، لو لقيت حاجه زي كده طبعا، وده بتبقى قليله قوي. تمام. يعني مثلا لو شفت ماسوره زي كده، لو في حته فيها ملي مش لامس الستانلس، يعني ده طبيعي، دي متركبه تركيبه اهي، تلاقي فيها حته زي ايه تقطيع. انما المواسير جوه كلها بتبقى عامله تلج، وبترمي تبريد جوه جسم الديب فريزر من جوه. تمام. زي مثلا حته زي كده، واخد بالك؟ طبعا ما ينفعش ان كلها تبقى ملزوقه 100% يعني، لان ده بيبقى زي ما انا بقول لك كده تركيب ومتبنط تبنيط، بس كده كده التجميد بتاعه رامي جوه الديب فريزر من جوه. تمام. وبعدين خد بالك معمول بقى ايه، مش نظام اخرام، يعني الحزام الستانلس ده اللي هو ماسك، مش نظام بقى افزان ويتخرم ويتبرشم، لا ده هو حزام ستانلس متبنط علشان ما نخرمش جسم البدن الستانلس عشان ما يتخرمش، فهو شغل بنط يعني. تمام. بنط كهرباء، بحيث ان من جوه بص مفيش خرام، مكان يدوب البنط زي ما انت واخد بالك. تمام. هنغير بقى زيت الموتور، وهنعمل رجع وكابيلاري، وهنركب وهنجمع ان شاء الله، هنوريك النتيجه النهائيه. شكرا. صباح الخير يا استاذ ملاك. بص كده حضرتك، احنا ركبنا القميص، بص الديب فريزر محقق -26.5. بشيل الترمومتر انا حاطه كده مع العداد بتاع الفريون، محقق -26.5، وانا ظبطه على اعلى حاجه على 5، وهو فاصل كمان. يعني دلوقتي فاصل اهو، انا سايبه طول الليل شغال، سايبه شغال من الساعه 6 بالليل او من الساعه 7 بالليل، 7 اخر النهار يعني، ودلوقتي الساعه 6 الصبح قبل ما اروح الشغل، على رقم 5 وفاصل هو الحمد لله.
تمام. خد بالك بقى ان الزرار ده على الزون على طول على الزيرو، يبقى مفصول، ما يشتغلش اكتر من 6 ساعات. حتى هو مكتوب عليه اهو، انتوا كنتوا سايبينه شغال لما لقيتوا التبريد مفيش تبريد فكنتوا مشغلينه، فده كان ده غلط على الموتور يعني. تمام. طبعا انا برضو فصلته عشان الترموستات تفصل وتشتغل، لان ده لما بيشتغل الترموستات دي ما بتفصلش خالص. تمام. زي ما انت شايف حتى هو مكتوب عليه تنبيه ان الزرار ده المفروض ما يشتغلش اكتر من 6 ساعات، ده اسمه التجميد السريع. تمام. ده كده اهو الراجع اللي انا قلت لك عليه، الماسوره اللي طالعه دي، ماشي، دي الماسوره اللي جايه من جوه لفه كده، ده اسمه الراجع. والكبر اللي ملفوف عليه ده الفلتر اللي بلف الشحن. وادي من جوه الحساس بتاع الترموستات اللي داخل في الماسوره الالمونيوم. بص التلج كده لغايه الماسوره اللي طالعه من جوه. معنى كده ان كل المواسير اللي جوه دي كلها كده عملت تلج خلاص. الدورانات المواسير اللي جوه كلها عملت تلج لغايه الماسوره اللي طالعه من جوه، زي ما انت شايف اهي عامله تلج. تمام. ومحقق سالب. بص بقى لما احنا استنى شويه بقى سالب كام؟ 25 درجه الحراره بتاعتها. اول ما هفتح دلوقتي برضو هتعلى تاني. ماشي. انا كده هشيل العداد اهو علشان اوريلك. بص البخار، دي ازازة مية انا سايبها من بالليل، ادي التلج كله اهو، الدوران كله انت شايف. ودي ازازة الخشبة دي، ده الترمومتر بتاع الحساس اهو. بص الازازة متجمدة ازاي. اول ما همسك الحساس ده بايدي بتاع الترموستات، ده حساس الدرجات كده، ده المفروض بص بيعلى اهو عشان انا ايه سخنته بايدي. وادي الديب فريزر نفسه انت لو سمعت اهو اشتغل، بس لما انا بتكلم اهو اشتغل. تمام. اشتغل عشان انا ايه طبعا فتحت. لما ابص هنا كده كل ده تمام. واكبر دليل على ان كل ده تمام من غير ما ابص جوه بقى، هي الماسوره اللي طالعه من جوه. هو الماسوره اللي طالعه من جوه اللي انا قلت لك عليها كده على رقم 5 اهو، واشتغل. انا بقول لك ادي الصوت وهو شغال اهو. تمام. الصوت ده كده صوت الفريون، الصوت اللي انت سامعه ده كده صوت الفريون. هتلاقي بقى طبعا جوه في صوت ظاهر اللي هو صوت الفريون، هيبقى ظاهر اكتر من الاول. سامع الصوت ده؟ ده صوت الفريون وهو ماشي في المواسير، دليل على ان دايرة الامن والتبريد كويس. وكده ان شاء الله كده جاهز على التسليم. شوف حضرتك هتيجي امتى وورينا عليا عشان بس اعرفهم او يكون حد موجود يسلمه. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.